لو انت من 18 ل 35 سنة وحاسس انك متأخر وتايه في حياتك، فانت مش لوحدك، والاحساس ده مش ضعف ولا عدم رضا. أزمة ربع العمر هي احساس ان الوقت بيجري وانت لسه مش فاهم انت رايح على فين. هو انا متأخر ليه؟ وانا مين؟ وايه البيربس بتاع حياتي؟ ليه مش عارف ابقى مبسوط؟ ليه مش راضي؟ وانا كده خلاص يعني ضيعت حياتي؟ طب يلا نديها واحدة شيفت كارير. لا يا عم، انا كبرت على الكلام ده. اكيد المشكلة فيا. ليه كل الناس فهمت وانا مش فاهم؟ ما عنديش اي خطة. يا خوفي يجي اليوم اللي اندم فيه على القرارات اللي خدتها الايام دي. اللي محدش قاله بقى ان اللي انت حاسه ده ليه سبب نفسي واضح، والغريب انه بيجي للناس اللي بتفكر اكتر مش اقل. خليك بقى معايا لان اللي هقوله هيخليك تغير نظرتك لنفسك. أزمة ربع العمر لا هو مرض ولا هو تشخيص، دي مرحلة بيعدي بيها 70% من اللي في السن ده لما المسؤولية تكبر والإجابات تختفي. قريت 29 ارتكل وستادي 3 ايام ما بنامش من كتر ما التوبيك انترستنج، عشان نفهم سوا ليه في ناس ناجحة حاسة بالفراغ وناس تايهة حاسة بالذنب. افهم نفسك هترتاح. في الحلقة دي بقى هنتكلم ليه بتمر بأزمة ربع العمر، نوعين مختلفين من أزمة ربع العمر، دور السوشيال ميديا، ليه الإحساس ده مش علامة ضعف بل بالعكس ده علامة وعي، وهقولك تعمل ايه في الأزمة اللي احنا فيها دي. في 2001 نزل كتاب اسمه Quarter Life Crisis The Unique Challenges of Life in Your 20s، وده بقى كان أول كتاب يلفت انتباه الناس عن الظاهرة دي. الفجر في الموضوع إن الظاهرة دي اكتشفوها في 2001 قبل الأزمات، وهحاول أقولهم بسرعة: إنفلونزا خنازير وطيور، سارس، ملاريا، زيكا، إيبولا، ثورة، تعويم، كوفيد، تعويم، لايوفز. ما هي الكوارتر لايف كرايسيس؟ هي زي ما قلنا الناس اللي سنها من 18 ل 35 سنة أعراضها كالآتي: خوف من المستقبل، لخبطة في الهوية، انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه، انا تعبان، خوف من اختيار الكارير الغلط او البارتنر الغلط، ضغط من انك لازم تفهم حياتك دلوقتي، وده لا كسل ولا قلة رضا ولا ضعف، والحمد لله مش مرض نفسي، ده developmental crisis. ليه بتحصل في السن اللي احنا فيه ده؟ انت اصبحت مسؤول عن كل حاجة، ما بقاش في خطوة او اوبشن واضح، بتحس ان نتيجة اي اختيار هتاخده حتى لو بسيط هيبقى بيرمننت، هيقعد معاك العمر كله، والغلطة تمنها غالي قوي. يعني زمان علوم انتهى من الثاني اعدادي، علوم يذهب الى الثالث اعدادي. والد علوم لا تذهب الى هذه المدرسة بل اذهب الى ذاك المدرسة. علوم لا يذهب الى هذه المدرسة بل يذهب إلى ذاك المدرسة. من الواضح من لغة علوم إنه لم يذهب إلى مدرسة أصلا. علوم يخطئ، علوم يصلح خطأه. أما دلوقتي أنت اللي بتختار، انت اللي بتشيل شيلتك، واصعب حاجة ان ما بقاش في خريطة طريق واضحة. هي من الاخر خوف ان الاختيار اللي جاي ده هيحدد حياتك كلها. الباحثين لقوا نوعين للكرايسيس دي: لوكد اوت كرايسيس ولوكد ان كرايسيس. النوع الاول محبوس بره، شخص مش لاقي شغل ثابت، مش قادر ابقى فولي اندبندنت، عملت اللي عليا بس ما فيش نتيجة، ودي مهمة بقى جدا، حاسس ان حياتي لسه ما ابتدتش، وده طبعا عشان الجوب ماركت تعبان، المرتبات قليلة والمعيشة غالية، ومشاكل الهجرة. وده لو انت النوع الاولاني بيأثر على نفسيتك بان انت بتبقى حاسس بالعجز، مهما بحاول مش بوصل، او ببقى حاسس اني مكسوف ان غيري سبقني. خلاص الناس كلها سبقتنا، الناس كلها سبقتنا يا جماعه، اقسم بالله الناس كلها سبقتنا، مفيش حد ما سبقناش، احنا في اخر الطابور خالص، في اخره. قلق ورعب ان الوقت بيجري، وده بقى مشكلته انه ممكن يقلب لحاجه خطيره جدا. في السايكولوجي بيسموها learn helplessness. لما افضل احاول كتير ومفيش نتيجه، مخي من الاخر كده بيتعلم ان هو ما يحاولش اصلا. النوع التاني ناس محبوسه جوه. احنا محبوسين جوه، احنا اللي هنفتح من جوه، واحنا محبوسين جوه، هنفتح ازاي؟ معايا شغل بس مش مبسوط، مشيت صح بس تعبان. ما هو اصل مش منطقي لو سبت الشغل ده ابقى ناكد للجميل ومش راضي، حاسس بالفراغ. وده طبعا لو انت من النوع ده بيأثر على نفسيتك، احساس انك عايش حياة مش بتاعتك، تنميل حاد في المشاعر، احساس بالذنب انك عايز اكتر. من الاخر واحد حاسس ان هو مش عارف يبدأ حياته، والتاني حاسس انه بدأها غلط. اللي بيحصل ده بقى بيسموه انهيار الهوية. الهوية القديمة بتنتهي قبل ما الهوية الجديدة تتكون. هطير انا بقى، هولع في الموهبة اللي مش مفهومة. شكرا يا كل ودن سمعتني واشمئزت.
شكرا يا كل كف نزل على قفايا وقال لي صوتك معفن. من هوية ان انت كنت طالب ديبندنت ماشي ورا خريطة واضحة لشخص ناضج مسؤول، لو ما دفعش الايجار هيبقى هوملس، لو ما سقاش الزراعة هتموت. شخص بياخد قرارات حياته. الجاب بقى اللي بيحصل في النص ده بقى بتحس فيه بالامبوستر سيندروم. وتاني حاجة بتحسها اكتر واحد جسدها كويس الفنان القدير عبد الباسط حمودة. انا مش عارفني، انا التوتي من انا مش انا. بتحس انك مش واثق في قراراتك. fear of commitment، سواء شغل، علاقات، سفر. وده بقى اللي بيسموه في السايكولوجي emerging adulthood theory. وده ببساطة عقلك عايز استقرار وانت في مرحلة عدم الاستقرار. وعشان دي طبعا أزمة من وحي الخيال يجي معانا existential anxiety. ودي بقى الناس بتبقى فاكراها ان هو خوف من عدم النجاح، بس ده بيبقى فعلا خوف من عدم وجود معنى للحياة. أين المعنى؟ إني لا أراه يا فندم. الخوف اللي بيحصل ده مش معناها ان في حاجة غلط، ده معناها ان في حاجة مهمة بتحصل جواك. دلوقتي بقى في خيارات لا نهائية، endless job titles، endless dating options. شايفك يا اللي بتضحك، وهشرح لك عشان تفهم انا بتكلم في ايه. زمان على زمن جدي لما كان يبقى عايز يتجوز كان بيتجوز بنت عمه، بس خلصت سهلة بسيطة. مفيش بنت عم كان بيتجوز بنت رأفت بيه. قرر يتجنن ويخرج عن المألوف، خلاص بقى يعني مش باقي لحد، مش مكبر حد، بيروح يتجوز بنت الجيران. دلوقتي انت في تندر وفيسبوك ديتنج وفي نادي وفي كلوبز وفي جيم وفي جامعة وفي شغل، وانت وحيد. انا وانت يعني انا محتاج اوقف هزار في الموضوع ده. الاوبشنز كتير دي بقى بتسبب شلل في الاختيار، خوف من الندم، بيرفكشنزم وافويدنس. نيجي بقى للسوشيال ميديا. الاستاديز بينت ترابط قوي جدا بين مقارنات السوشيال ميديا وازمة ربع العمر. يعني انا عندي على لينكد ان 5 اصحابي دفعتي CFO جوجل، ما تعرفش ازاي. فطبيعي ان انا احس ان انا متاخر يعني. وبعدين انت بتقارن حياتك كلها بالهايلايتس اللي الناس بتحطها على السوشيال ميديا. اكذوبه التايم لاين. زمان كان التايم لاين اتخرج، الاقي شغل ثابت، اتجوز، اجيب بيت، أأمن حياة اولادي. دلوقتي الوضع اتغير تماما. معظم الوظائف ما بقتش ثابته، بيوت سعرها مش منطقي. دلوقتي الانسان بيعيش في شك دائم، فالاكسبكتيشنز ما بقتش بتماتش الرياليتي. المشكله مش فيك خالص، المشكله ان التايم لاين ده بقاله سنين ما حدش عمل له ابديت. معلومات مش مهم تعرفها. جايب لك ستاتس من وحي الخيال. 87% من اللي بيمروا بازمه ربع العمر بيفكروا يسيبوا كل حاجه ويبداوا بودكاست، يفتحوا مشروع، او يتعلموا برمجه. تاني ايه؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبرنا. 76% منهم بيحسوا ان هم offended لما حد يسألهم بتشتغلوا ايه. في معلومة قالها لي واحد صاحبي رفض ذكر اسمه، آلام أزمة ربع العمر عند الرجال تساوي 3 مرات آلام الولادة عند السيدات. 61% بيقرروا يعالجوها بالاشتراك في الجيم، قصة شعر جديدة وشخصية جديدة. 90% بيقولوا لك ان هم محتاجين استابيليتي، وانت عارف وهم عارفين ان هم بيكرهوا الروتين. قاعد ترغي وما قلتليش اعمل ايه؟ اعمل الصح. بهزر زار ما تزعلش مني. لو زعلت اتفرج على حلقات القمص وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن. يوتيوبر من وحي الخيال. خلاص بجد اعمل ايه؟ ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. 1 ودي تقريبا هنثبتها معانا في كل الفيديوهات، نيم الايموشن. ليه بقى ثابته معانا؟ لان لما بتنيم الايموشن اللي انت حاسه ده حدته بتقل. بدل لما تقول انا تايه قول انا في مرحله انتقاليه. بدل انا فاشل وتقعد تقول لنفسك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. بدل انا فاشل انا محتار وخايف. 2 بطل تستنى الوضوح، اتحرك. الوضوح بيجي بعد الحركة مش قبلها. يعني اعمل ايه؟ طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجة؟ انت عندك حاجة تخسرها؟ انت خسران كل حاجة. خد مثلا كورس قصير في حاجة انت فعلا حاببها. اعمل سايد بروجكت، روح فولنتير في اي حاجة انترستنج بالنسبة لك. 3 قلل المقارنات، ميوت او ليميت الاكاونتس اللي بتريجر المقارنة، سواء بقى على انستجرام سواء على لينكد ان. اوعى تسكرول وانت مش تمام. دايما افتكر ان محدش بينزل الايام اللي عيط فيها، الكوارث اللي هو مر بيها. جبتلك كل حاجة يا ستي، اطلعي كلميني. انت مش حاسة بيا يا ستي؟ اكيد حاسة، اطلعي يا ستي.
4 بقى، ودي نقطة مهمة جدا، بدل ما هتحط جولز هتحط فاليوز تشتغل عليها، لان ببساطة الجولز بتتغير بس الفاليوز بتديك اتجاه حتى في عدم الوضوح اللي احنا عايشينه ده. اسأل نفسك ايه اللي فارق معايا دلوقتي؟ حاسس ان انت مثلا ناقصك حرية، ناقصك احساس بامن، ولا مثلا ناقصك معنى او حتى كونكشنز؟ بعدها اسأل نفسك ايه الخطوات اللي انا اقدر اعملها عشان اوصل للفاليو ده. يعني انا مثلا ناقصني احساس بالامان المادي، كبس 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 يا ابو فواز، ابعت حوت ابعت حوت، تكبيس تكبيس تكبيس. 5 هنغير المينتاليتي، جرب اتعلم ادجست، فكك بقى من جو ارتيتا مع الارسنال اول اور ناثينج، كلنا عارفين انه خلص على ناثينج. 6 ما تبقاش لوحدك، السوشيال سبورت بيقلل حدية الكرايسس. طبطب على اللي جنبك، طبطب على اللي جنبك، طبطب يلا على اللي جنبك يلا، ما هياش مستاهله، اقسم بالله متر في متر انا هغلق حياتك. بص لي وانا بكلمك، طبطب يلا، طبطب على اللي معاك. 7 واحدة ودي الأخيرة اللي هنقولها النهاردة، ما تعملش بانيك ديسيجن، ابعد عن التغيرات الجذريه اللي هتاخد قرارها وانت متوتر. اوعى تقطع علاقات عشان بس تهرب وفي الاخر خلاص ازمه ربع العمر مش لخبطه وبس، دي خوف انك تعيش عمر مش شبهك، خوف انك تختار غلط وتفضل شايل القرار ده سنين، خوف ان الوقت بيعدي وانت لسه بتسال نفسك هو ده مكاني. في ناس اتعلمت تمشي مع التيار عشان الاحساس بالضياع كان تقيل، واتعلمت تكمل حتى وهي مش مرتاح، لان انك توقف كان اخوف من الغلط. بس النهارده انت مش مطالب منك تكون عارف كل حاجه، مش مطلوب منك خطه كامله ولا اجابه لكل سؤال، مطلوب منك حاجه واحده بس، انك ما تخونش الاحساس اللي جواك. لو حاسس انك متاخر افتكر ان في ناس كتير وصلت بدري بس وصلت لحياه مش بتاعتها. ازمه ربع العمر مش معناها انك تايه، معناها انك صاحي، والصحيان بيقلق بس بيقربك من نفسك. الحياة مش بتتغير بقرارات كبيرة فجأة، بتتغير بخطوة صادقة، اختيار واحد نابع منك، مش من خوف ولا مقارنة ولا ضغط. الخبر الحلو ان الطريق مش بيبان كله مرة واحدة، هو بيبان خطوة خطوة لما تبقى صادق مع نفسك. لو الحلقة دي لمست حاجة جواك انت مش لوحدك، عمرك ما كنت لوحدك. كان معاكم مريض نفسي، واشوفكم الحلقة الجاية.